انكلاين بنش بريس تمرين الصدر العالي مشروح بالاداء الصحيح والتشريح وتجنب الاخطاء وتفادي الاصابات والعضلات المستهدفه. ركز معايا عشان هديك تريكات محدش قالها لك قبل كده وما شفتهاش في اي فيديو. لما تجربها هتدعي لي كل مره بتتمرن فيها صدر. البار صدر عالي انكلاين بيشغل معايا الابر تشيست والعضلات المساعده زي الكتف الامامي والكتف الجانبي والترايسبس. اول واهم خطوه واعظم خطوه ممكن تعملها انك هترجع عظمه الاسكابولا لورا وبعدين تنزلها بالشكل ده لتحت ونام على الدكه بالشكل ده بيديك ايزوليت اكتر لعضله الكتف وكمان بيخلي عضله الصدر ايزوليت عن عضله الكتف وهتشغل معاك الصدر جامد جدا. وده علشان معظم الناس بتشتكي ان الصدر مش بيشتغل والكتف بيشتغل اكتر لما تيجي تلعب بار او دمبل. البار مسكه البار اوسع من عرض كتفك بالشكل ده وبتختلف من شخص للتاني. البنج زاويه 30 ل 45 دي افضل زاويه للاستهداف في الصدر العالي والتركيز بيكون اكتر من الكتف. صح بلاش تعمل الحركه دي وتحط صبعك على البار علشان مش صح وهيسبب لك اصابه للمعصم وكمان مش مريحه لايدك. شلت البار تمام، ليه المعصم لورا بالشكل ده غلط على المعصم ومع الوقت بيسبب اصابه للساعد ومش احسن اداء للصدر العالي ولا للتكنيك. الكوع سلايد بند يعني تانية خفيفه ومش اوفر قوي، ما تفردوش للاخر علشان ما تحملش على مفصل الكوع وهيسبب لك اصابه زي التنس البو اللي معظم الجيماويه بيشتكوا منها. انزل على الصدر العالي للاخر بالشكل ده الا اذا لو عندك اصابه في كتفك او في الم، فبلاش تعمل فور رينج اوف موشن عشان ممكن يكون مش احسن حاجه عندك. فانزل لحد ما تحس بارتياح وما يكونش فيه الم. الساعد وانت نازل يكون الساعد بالشكل ده فيرتيكال عمودي مع قبضه الايد او مفصل الكتف وبيديك مدى حركي كامل، فبتقدر تستفاد من التمرين اكتر ما تحمل على الكتف وما تكونش مرتاح. وانت نازل خلي الكوع قريب من جسمك بالشكل ده وما تخلوهوش بعيد عن جسمك لان ده بيسبب اصابه لمفصل الكتف ومش احسن حاجه للاداء لتمرين الصدر عموما، فخلي كوعك قريب من جسمك بالشكل ده. كده تكون عملت انكلاين بنش بريس بدرجه 100%. مبروك عليك عضله الصدر اللي تعبه ناس كتير مش عارفين يظبطوها. استنى رايح فين؟ قبل اللايك والكومنت والشير وانت بترجع البار بلاش ترجعه على مرتين كده علشان ممكن الوزن يقع منك ويحمل دراع عن التاني فيسبب لك اصابه في الكتف او الكوع او في دراعك وانت في غنى عن الكلام ده، وكمان ممكن يأذي ظهرك. رجعه مره واحده مش على مرتين بالشكل ده. ما تنساش الشير عشان غيرك يستفاد بنيه النفع، وسيب لي سم لاف مش خساره فيا.